الأسباب احنا بس الجذرية. هناخد اتفضلي. مداخلة مهمة جدا طبعا اتفضلي. للاحتفالية الخاصة بيوم الطبيب 46. بينضم معنا الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. برحب بيك سيادة المستشار ودكتور اهلا بك يا فندم. محمد عوض تاج الدين، برحب بحضرتك، أهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بسيادتك يا كل فندم. سنة وحضرتك طيب وبخير. الله يخليك ويبارك فيك ومتشكر قوي قوي. حضرتك كنت حضرت احتفالية يوم الطبيب 46، يا ريت تدينا تفاصيل عن حضور هذه الاحتفالية. اولا اتفضل. طبعا هو الاحتفاليه اللي بتقام مم. كاحتفاليه بيوم الطبيب، مم. انما طبعا تاريخ المؤسسات الطبيه في مصر بيعود الى انشاء اول كليه للطب في مصر، انشاء محمد علي في ابو زعبل، اللي اه. هي بعد كده اتحولت الى قصر عيني. اه. وطبعا فاكر ان الحمد لله هذه السنه الاحتفاليه كانت تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مم. واحنا شاركنا بهذا. وكان ليا طبعا الحمد لله الشرف مع زملائي السيد وزير الصحة والسيد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والسادة الوزراء السابقين ومجموعة ضخمة جدا من أساتذتنا وزملائنا وأبنائنا. شهدنا هذه الاحتفالية، وطبعا حضرتك عارفه ان مصر كلها سياده الرئيس تقدره واحترمه، وعارفين قد ايه ما يقدمه اطباء مصر للمواطن المصري والدوله المصريه. مم. فالحقيقه احنا كنا سعداء بهذه الاحتفاليه، كرمنا من فقدناهم الى رحمه الله، سواء وفاه طبيعيه او الذين استشهدوا في العمل خصوصا اثناء ازمه كورونا. وتم فعلا. رصد مم. ما ينجزه أطباء مصر على مدى السنوات، مم. وفي نفس الوقت تقدير الدولة الكبير جدا فعلا. للكوادر الطبية، مم. وكمان ما تشهده مصر حاليا في طفرة في تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والوقائية والعلاجية مم. للمواطن المصري. مم. ومنظومة الطب في مصر، وطبعا حضرتك عارفة أن الطبيب هو عماد مم. منظومة الطب، قدمت الحقيقة خدمات جليلة جدا على مدى السنوات: رعاية المريض المصري، تنظيم المبادرات، تنفيذ المبادرات، مم. استخدام الوقاية والتوعية، مم. والعمل في أثناء الأوبئة وأثناء الحروب وأثناء الأزمات. كل دي الحقيقة إنجازات لمنظومة الطب في مصر. مم. أكيد طبعا، في الفترة الأخيرة شهدنا الدعم السياسي ودعم الدولة المصرية للأطباء، يمكن منذ أزمة كورونا، وخلق جو كده بيئي يقدر يعمل فيه الأطباء بشكل كبير، وده بنشوفه من خلال تحسين الصحة، تحسين المنشآت، منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بالفعل بدأت فيها الاهتمام بالطبيب، اهتمام بالمرضى في مختلف المحافظات. حضرتك تقول ايه عن الاهتمام ودعم الدولة المصرية للأطباء، وتقديم كمان خدمة او منشآت بالفعل يقدر الطبيب يشتغل فيها بشكل صحيح وسليم. هو ده المطلوب يا فندم. مم. ودايما يعني أي واحد عنده فن أو قدرة فنية في كل اجتهاد لازم عنده التولز بتاعتهم او الادوات اللي يقدر بيها يقدم هذه الخدمه. مم. احنا طبعا دايما بنسعى ان يعني اسعاد المواطن واسعاد اسرته واحساسه. احنا بنقابل الناس حضرتك في ظروف صعبه جدا، اكيد. يعني فيما عدا الجزء الوقائي. حضرتك طبعا عارفه قد ايه في السنوات اللي فاتت مم. قدرت منظومه الطب في مصر، وطبعا يعني بقياده الاطباء، انها تقضي على كثير من مم. الامراض الوبائيه. يعني مم. الحمد لله تم القضاء على شلل الاطفال، مم. تم القضاء على البلهارسيا. الحمد مم. لله اعلنت مصر دخلت المرحله الذهبيه للقضاء على مم. التهاب الكبد سي. في مبادرات السيد رئيس الجمهوريه للكشف المبكر على الاورام، عن القوافل الطبيه الكثيره جدا، عن رعاية حياة كريمة ورعاية المواطنين مم. في الأماكن البعيدة والقرى والنجوع مم. الحقيقة، والمستشفيات والحوادث والطوارئ والحروب مم. والأوبئة. الحقيقة الأطباء بيتصدروا المشهد دائما،
وبيضحوا كثيرا. يعني سيادتك التضحية الشخصية والتضحية الجسمانية والتضحية، وفقدنا كثير من الزملاء الأعزاء في مختلف المواقف اللي كانت مصر فيها في ظروف تحتاج هذه المواقف. طبعا المؤسسات الطبية زي ما حضرتك قلتي، الإصلاح وتطبيق التأمين الصحي الشامل هو بينعكس إيجابيا مش بس على المنتفعين اللي هم المواطنين، بينعكس أيضا على الكوادر الطبية كلها، الأطباء والتمريض وكل الزملاء في كل التخصصات. كان هناك كمان جهد كبير من الأطباء في أحداث غزة، وبالفعل يعني علاج للعديد من المصابين في أحداث غزة، وكان يعني ده دور كبير جدا من الأطباء، وبالفعل تم التكريم في هذه الاحتفالية لعدد كبير من الأطباء اللي ساهموا بالفعل بجهد كبير. اتفضل يا فندم. ما زالوا بيعملوا في داخل القطاع، بيعملوا في المرضى اللي بيجوا لنا وهم عدد مش قليل يعني، ومنتشرين في مختلف المواقع الطبية. يعني العريش فيها، والعريش شمال سيناء فيها، القاهرة فيها، الإسماعيلية فيها، بيشارك فيها وزارة الصحة مؤسساتها، بيشارك فيها الجامعات كلها، وعلى استعداد دايم في هذا القطاع الخاص كله بيشارك في هذه المنظومة اللي بتدعمها مصر وقيادة الرئيس لدعم الإخوة في قطاع غزة. حضرتك فندم كلمة توجهها اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب رقم 46 تقول ايه النهارده؟ والله يا فندم أنا بشكر سيادة الرئيس أولا، بشكر الحكومة، وبعدين هقول لك الجملة اللي أنا قلتها امبارح في يوم الطبيب. قلتهم زملائي حكماء مصر، لكم كل التحية والتقدير والإعزاز، ربنا يخليكم ويخلي مصر. فدي وقلت آخر حاجة قلت لها تسلمي يا مصر، تسلمي يا بلدنا. فهو ده جملتين اللي أنا أقدر أقولهم لحضرتك دلوقتي. أشكرك جدا يا فندم. بشكر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. بشكر حضرتك جدا، وكل التحية وكل الإعزاز والتقدير لأطباء مصر لجهودهم وتضحياتهم في كثير من المجالات. بشكر حضرتك جدا.